النهاردة هنتكلم عن موقف من مواقف أم كلثوم الوطنية. حصار الفلوجة كان في 1948 اللي حصرت فيه القوات الصهيونية لواء مصري كان موجود في قرية كانت قريبة من الفلوجة بفلسطين المحتلة، وكان اللواء بقيادة الأميرالاي سيد محمود طه، وكان معاه مجموعة من كبار ضباط الجيش المصري ومن بينهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. حصل اتصال بين القيادة المصرية في القاهرة والضباط المحاصرين في الفلوجة، واللي عمل الاتصال هو القائم مقام السيد طه، وكانت شهرته الفهد الأسمر. سألهم الضابط ايه اللي ممكن نقدمه لكم عشان نخفف عنكم الحصار، فكان طلبهم غريب شوية، إن أم كلثوم تغني في حفلتها أغنية غلبت صالح في روحي، ودي من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي. كانت الأغنية دي غنتها أم كلثوم قبلها بسنتين. أم كلثوم وقتها كانت بتجهز لحفل الخميس الأول من كل شهر، وبالفعل القيادة قالت أم كلثوم عن طلب الأبطال المحاصرين. أم كلثوم وافقت فورا وغيرت برنامج الحفلة وبدلت الأغاني لأجل عيون الأبطال، وقررت كمان تكون الوصلة التانية أغنية أنا في انتظارك، وكانت إهداء منها للجنود. وبعد رجوع الضباط المحاصرين أم كلثوم عملت لهم وليمة في بيتها واحتفت بيهم، وعملت لهم حفلة خاصة في حديقة فيلتها بالزمالك. أنا في انتظار.